لو كنت بتفكر في انك تشتري الذهب او كنت قاعد تسأل نفسك الذهب نازل ولا طالع، ولو كمان بتسأل نفسك هل الوقت ده مناسب للشراء ولا لا، يبقى الفيديو ده ليك. لو لسه مش عارف هل تشتري النهارده ولا تستنى، وهل في فرصة لزيادة الاسعار ولا لا، خلي بالك من فيديو النهارده وعايزك تتفرج عليه لغاية اخر ثانية عشان هقولك توقعات كبيرة في السوق مع تفاصيل مهمة هتساعدك تاخد القرار الصح. وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك كمان في القناة وتفعل الجرس علشان توصل لك كل التحديثات أول بأول. يلا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام وخلينا نبدأ مع بعض. النهاردة جاي أكلمك عن موضوع مهم جدا وهو أسعار الذهب في مصر، واللي شافت تحركات ملفتة جدا للنظر الفترة اللي فاتت. النهاردة أسعار الذهب بتستمر في انخفاضها مقارنة طبعا بسعر امبارح، وده معناه إن كان في فرصة كويسة جدا لو كنت ناوي تشتري. يعني لو كنت قلقان على السعر ده وقت مناسب علشان تشوف ايه اللي بيحصل في السوق. خليني اقول ان المعدن الاصفر اتعرض لتراجعات بسيطة في كل الاعيار بتاعته بتاريخ النهارده. على سبيل المثال الذهب عيار 24 نزل ب 17 جنيه ووصل سعره ل 4371 جنيه للجرام، والذهب عيار 21 نزل ب 15 جنيه وبقى سعره 3825 جنيه للجرام. وكمان الذهب عيار 18 وهو اكتر طبعا طلب في مصر نزل ب 13 جنيه ووصل سعره ل 3278 جنيه للجرام. ولو لسه مش متخيل ده فخليني اقول لك كمان ان عيار ال 14 وصل لسعر 2550 جنيه للجرام. يعني لو انت من الناس اللي بتستثمر في الذهب هتلاقي ان الاسعار لسه فيها فرصة كويسة. لكن خليني اقول لك حاجة مهمة، السوق المصري مش متأثر بس بالاسعار المحلية لكن كمان بالاسعار العالمية. العقود الاجلة للذهب دلوقتي وصلت ل 2773 دولار للأوقية، في حين ان السعر الفوري وصل ل 2742 دولار للأوقية، ودي ارقام لسه تحت الضغط. لكن في توقعات بتقول ان الذهب هيواصل ارتفاعه. ولو حبيت تعرف اكتر عن التوقعات اللي جايه فخليني اقول لك ان في 2025 التوقعات بتقول ان السعر العالمي للذهب ممكن يوصل ل 2850 دولار للأوقية. يعني السوق العالمي ماشي في الاتجاه ده، وطبعا الاسعار في مصر كمان ممكن تشوف ارتفاع في الفتره اللي جايه. اللي حصل في الايام الاخيره ده نتيجه للتوترات العالميه زي الازمات السياسيه والاقتصاديه، واللي بيخلي الناس تلجا للاستثمار في الذهب كملاذ امن. وعشان كده لو كنت بتفكر تشتري او حتى تستثمر في الذهب الوقت ده مش وحش، بالعكس في فرصه كبيره لو كانت نيتك في الاستثمار. في نفس الوقت لازم تحط في اعتبارك ان السوق مش ثابت، يعني ممكن الاسعار ترتفع او تقل، وده طبعا بسبب التطورات الاقتصاديه الجايه. وطبعا لو مش مستعجل على الشراء ممكن يكون من الافضل انك تستنى شويه وتشوف حركه الاسعار خلال الفتره اللي جايه. لكن لو مش حابب تستنى كتير وعايز تشتري دلوقتي، في ناس لسه شايفه ان في فرصه كويسه، خصوصا لو نويت تشتري الذهب عيار ال 21 لان هو الانسب للاستثمار في الوقت الحالي دلوقتي. وطبعا في الاول وفي الاخر القرار بيرجع ليك. بعد ما خلصت معاك الكلام عن الاسعار والتوقعات، عندك فيديو تاني دلوقتي على القناه هيفيدك جدا. ولو حابب تعرف اكتر عن التحليل الكامل لسوق الذهب، او لو حابب تشوف مقارنه ما بين الاسعار المحليه والعالميه في اخر فتره، شوف الفيديو اللي قدامك على الشاشه دلوقتي وصدقني هتلاقي معلومات مش هتلاقيها في اي مكان تاني. ولو عجبك الفيديو او حتى ما عجبكش قول لي رايك في التعليقات، وحاول كمان تعمل شير للفيديو دوت عشان غيرك يستفيد. واستناني في الفيديو اللي جاي عشان هنتكلم عن موضوعات جديده تهمك وتفيدك في استثماراتك.